بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي القناة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا الفيديو الجديد. في هذا الفيديو إخواني وفي دقائق معدودات أردت أن أقدم بعض الشروحات وبعض التفاصيل عن صيغة عدل 3 بسبب وصلتني عديد الأسئلة دائما عن هذه الصيغة، فأردت أن أقدم بعض الأمور في هذه الصيغة وبعض المعلومات في مدة وجيزة وقصيرة. أولا نبدأ بمراحل التسجيل في هذه الصيغة وهي صيغة عدل 3. أولا يجب على المواطنين الراغبين في الترشح لهذه الصيغة أن تتوفر فيهم الشروط التالية. أولا الجنسية الجزائرية، يجب على كل من يريد الترشح لهذه الصيغة أن يكون حامل للجنسية الجزائرية، بمعنى أن المقيمين في الجزائر الغير جزائريين ليس لهم الحق في ذلك كالسوريين والمغاربة والنيجيريين وبعض الأفارقة من هنا وهناك. الشرط الثاني هو عن دخل الفرد أن يتعدى 24,000 دينار جزائري، يعني 2,400,000، وألا يفوق 10,800,000. أما إذا كان الزوجين يعملان الاثنين، بمعنى الزوجة تعمل والزوج يعمل، فمجموع دخلهما لا يتجاوز 10,800,000. هذا فيما يخص إذا كان الزوجين يعملين. ثالثا أن يكون الزوج والزوجة لم يستفيدوا من قبل من أي صيغة سكنية، أو لم يمتلكوا كلا الزوجين قطعة أرض ولم يستفيدوا من أي إعانة من الدولة فيما يخص السكن. هذا الشرط إجباري في شروط التسجيل في عدل 3. الشرط الرابع وهو الإقامة، يجب على المسجل أن يكون مقيم في الولاية التي يريد التسجيل فيها وليس مقيم في ولاية أخرى ويريد التسجيل في ولاية أخرى، فهذا الأمر غير مقبول. هنا يجب اعتماد مكان الإقامة، وهنالك بعض الأخبار تتحدث على أنه سوف يتم استعمال شهادة الإقامة في عملية دفع الملفات عند قبول المترشح. إذا إخواني، هذه هي الشروط التي أردت أن أعرفها لكم. إذا عند توفرك لكامل هذه الشروط يمكنك بعدها الولوج إلى الموقع الخاص بعدل 3. هذا الموقع الذي يتم تهيئته ومن المفروض أن ينطلق مع بداية سنة 2024، وتقوم بتسجيل معلوماتك الشخصية حسب ما هو مطلوب منك في الموقع الإلكتروني، وبعدها تنتظر متى تنطلق الصيغة وما هي أقساط الدفع في هذه الصيغة التي يريد الجميع التسجيل فيها. المهم نبشر الجزائريين أن صيغة عدل 3 ستنطلق بداية من سنة 2024، وهي موجهة لكافة الجزائريين العزاب والمتزوجين. إلى اللقاء.